أقدم القرى العثمانية المحفوظة في تركيا. المنازل الموجودة في هذه القرية عمرها بين 300 إلى 700 عام. ممرات ضيقة تحيط بها منازل تقليدية. زيارة هذه القرية تعود بك إلى الزمن العثماني، والقرية مدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. أضيق شارع في تركيا وواحد من أضيق الأزقة في العالم. شو بتعرفوا عن أهم وجهة سياحية في تركيا؟ القرية العثمانية في مدينة بورصة. تأسست هذه القرية خلال بدايات الدولة العثمانية في القرن الرابع عشر، وتعد من القرى القليلة التي احتفظت بطابعها العثماني التقليدي على مر العصور، وقد أدرجت ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 2014. وكل المنازل الموجودة في هذه القرية تتكون من الطوب والخشب والحجر، وتتميز بجدرانها الملون ونوافذها الخشبية التقليدية. ويتراوح عمر المنازل بين 300 إلى 700 عام، وما زالت تستخدم حتى اليوم. وأكثر شيء بيميز هذه القرية الممرات الضيقة التي تحيط بها منازل تقليدية وحدائق مليئة بالأشجار المثمرة، ما يمنح الزائر شعوراً وكأنه عاد بالزمن إلى العهد العثماني. ويوجد أيضاً في هذه القرية مسجد جمال كزك الذي يعود تاريخه إلى العصر العثماني. ويوجد متحف في هذه القرية يعرض أدوات ومقتنيات قديمة تحكي عن نمط حياة السكان في هذه القرية. وتعتبر أيضاً هذه القرية وجهة للتسوق. الأسواق التقليدية في معظم أحياء هذه القرية تباع فيها منتجات محلية مثل المربيات والعسل والزيتون، بالإضافة إلى الحرف اليدوية والفطائر التركية المعروفة بالجزلمة. وإذا قررتوا تزوروا هذه القرية سجلوا عندكم أهم 5 أشياء تعملوها لما تزوروا هذه القرية: التجول في الأزقة التاريخية والاستمتاع بالمباني العثمانية القديمة، زيارة الأسواق وشراء المنتجات المصنوعة يدوياً، وتذوق الأطباق التركية التقليدية في المقاهي والمطاعم الريفية، التقاط الصور في المواقع التاريخية ذات الطابع العثماني، وزيارة المناطق الريفية المحيطة والاستمتاع بالطبيعة الخلابة. ويوجد في هذه القرية أضيق شارع في تركيا. عشان تعبر هذا الشارع لازم تنتظر، لأنه الشارع ما بيتسع إلا لشخص واحد. وعن كيفية الوصول، نحن كشركة سياحية مرخصة في تركيا بنوفر لكم سيارات فان خاصة مع سائق وتشمل زيارة هذه القرية. للحجز والاستفسار التواصل عبر الرابط الموجود في الصفحة.